Sono molto grato al Presidente al-Sisi di essere أنا سعيد جدا باستقبال السيد السيسي، وأنا ممتن له ولاستقبالي هنا في إيطاليا في هذه الزيارة المهمة التي في وجهة نظري تعد خطوة مهمة جدا ذا مغزى للعلاقات المصرية، للعلاقات بين مصر وإيطاليا. هل يوجد ترجمة فورية؟ Okay. And ho detto che sono molto felice أنا سعيد جدا بهذه الإمكانية أن يكون السيد الرئيس هنا مع وفده الذي تقابل مع رئيس الجمهورية والذي تقابل مع رئيس مجلس الشيوخ ومع وفودنا، وكذلك تقابل مع قداسة البابا. وأنا سعيد جدا بلقائنا اليوم، اللقاء الذي قمنا بتخصيصه في جزئه الأول للجزء الخاص بالجيوبوليتيكا الذي يخص البحر المتوسط وشمال أفريقيا وبشكل عام أوروبا. وأنا هنا أود أن أقول وأن أبدأ من إعطائي وتعبير عن تضامني مع الشعب المصري ومع الرئيس ضد الهجمات الإرهابية التي حدثت في الأسابيع الأخيرة. وإيطاليا تقف إلى جانب الحكومة المصرية، إيطاليا متماسكة إلى جانب الحكومة المصرية، وسوف تقوم إيطاليا بكل ما تستطيع أن تقوم به إلى الحكومة المصرية، لأن استقرار المنطقة لا يجب أن تمر دون مواجهة الإرهاب، وهو الأمر الذي يجب أن يتم بدون أي تنازلات وبدون أي ضعف. نحن نقف إلى جانب مصر متأكدين ومقتنعين بأن مستقبل المنطقة يشمل مكافحة الإرهاب. ونحن أيضا ممتنين إلى الرئيس السيسي نظرا لرؤيته التي نتقاسمها معه، وكذلك المجهودات التي يقوم بها الرئيس في بلده والإصلاحات التي يقوم بها في بلده، والذي يقوم بإصرار تام بالدفع وإطلاق مشروع غير عادي في المجتمع الذي يضم الرجال والنساء. إننا لا ننظر فقط إلى العلاقات الثنائية التي تحدثنا عنها خلال العشاء، وكذلك تكلمنا عن المنتدى الاقتصادي الذي سيتم عقده ضماني، وقمنا بالتحدث عن الأمن في المنطقة بالكامل فيما يخص المسألة الليبية، وكذلك تقاسمنا القلق حول الهجمات الإرهابية التي تهدد التعايش المجتمعي، وكذلك بحضور وزير الداخلية الفانو سوف نقوم باتخاذ إجراءات ومبادرات في الدفع بمروحيات، وأن نقوم بجهد وتعاون مشترك مع الجانب المصري، وكذلك بالتعاون مع وزراء الخارجية قمنا بالاتفاق على قمنا بالتحدث والمشاورات في الشأن الليبي، لأنه يؤثر على أمن المنطقة بشكل عام. وكذلك تحدثنا من وجهة النظر الاقتصادية، وأخذنا في اعتبارنا شيئين. في شهر فبراير نائب الوزير كارلو كاميندا سوف يكون في القاهرة في زيارة مهمة تضم وفد يضم رجال أعمالنا، الكثير من رجال الأعمال الذين كانوا ينتظروننا على العشاء وأعربوا عن جاهزيتهم للقاء الذي سوف نعقده هذا المساء، وكذلك اللقاء الذي سوف يعقد في القاهرة. وكذلك قررنا أن نستأنف القمم السنوية التي كنا نعقدها في الماضي، القمم السنوية بين زعيمي البلدين. في هذه اللحظة
ترأس إيطاليا المؤسسات الأوروبية. لا أتحدث عن رئيس مجلس الوزراء، ولكني أتحدث كرئيس دوري للمؤسسات الأوروبية، وأنا مقتنع بشكل تام أنه إذا كان حقيقيا أن البحر المتوسط بكونه ليس فقط حدود أوروبا ولكنه قلب إيطاليا، يجب أن نرى في مصر الشريك الاستراتيجي حتى نتمكن معا في مواجهة المسائل والمشكلات الرئيسية في هذه المنطقة. على أي حال نحن نعترف بصعوبة الوضع الذي نعيشه ومركزية العلاقة بين أوروبا ومصر التي نقوم بتناولها في المنتديات المخصصة لهذا الشأن، وكإيطاليا كرئيس دوري للاتحاد الأوروبي يجب أن نؤكد بكل ثقة أن الحل الوحيد أو الوضع الوحيد لمواجهة التصاعد هو الشراكة التي يمكن أن نعقدها مع مصر. ولهذا الرئيس السيسي موجود هنا في إيطاليا اليوم، وسوف يكون متواجدا غدا في فرنسا للعمل من أجل الوصول إلى هذا الوضع. فخامة رئيس الوزراء، أنا بشكرك جدا، واسمحوا لي في البداية قبل ما أتكلم باختصار أن أوجه التحية والتقدير للشعب الإيطالي، وكمان أوجه التحية للمصريين اللي وقفوا 3 ساعات عشان يحيوني. يعني أنا بشكرهم جدا. الحقيقة أنا عايز أقول إن حجم الزيارات اللي تمت بين مصر وبين إيطاليا خلال الشهور القليلة الماضية بتعكس حجم العلاقات وحجم قوة العلاقات الإيطالية المصرية. حجم التفاهم اللي أنا وجدته أثناء زيارة السيد رئيس الوزراء الإيطالي في أغسطس، وكمان اللي لقيته النهاردة في إيطاليا في لقائي مع الرئيس الإيطالي وفي لقائي مع بابا الفاتيكان وأثناء المباحثات اللي تمت النهاردة، بتؤكد إن إحنا فعلا في علاقات قوية جدا جدا بين مصر وإيطاليا، ومرشحة أنها تزيد خلال الفترة اللي احنا فيها والفترة القادمة. تكلمنا في الموضوعات اللي خاصة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين مصر وبين إيطاليا فيما يخص موضوعات مكافحة الإرهاب وموضوعات الهجرة غير الشرعية، واتفقنا على أن احنا نتحرك بجدية وبثقة تجاه هذه القضايا للتعامل معها. في تفاهم حقيقي للإرهاب اللي موجود في المنطقة، وتناقشنا في هذا الموضوع بشكل كثير، وقلنا أن خريطة الإرهاب في المنطقة واضح أنها لا تتقلص بل بتتزايد، وده بيحتاج مننا أن احنا نتعاون بشكل أكبر من التعاون اللي موجود دلوقتي، مش بس مع إيطاليا، حتى مع أصدقائنا الأوروبيين. أنا عايز أدي فرصة لحضراتكم للأسئلة اللي أنتم ممكن تكونوا تطرحوها قبل ما فيليبو. شكرا جزيلا. Aspetti, please, the microphone, because without the microphone it's impossible the translation. رشوان التلفزيون المصري. سؤالي لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرص سيادتك على التوجه لأول دولة أوروبية في زيارة بيعكس اهتمام مصر بالقارة الأوروبية وتحديدا بإيطاليا وفرنسا اللي بتشمل جولة سيادتك. ماذا تتوقعون من إيطاليا وهي رئيس الدولي للاتحاد الأوروبي، خاصة في تفهم وجهة النظر المصرية حيال مكافحة الإرهاب في المنطقة؟ سؤالي الآخر، دولة رئيس الوزراء الإيطالي رينسي، ماذا من المتوقع أن تقوم به إيطاليا داخل الاتحاد الأوروبي لإيصال وجهة النظر المصرية حيال بعض القضايا، لا سيما قضية الأوضاع في ليبيا اللي بتأثر على الشأن الداخلي المصري؟ شكرا. أنا فيما يخص، أنا عايز أقول إن التفاهم الإيطالي كان هو الجسر الحقيقي اللي بيأكد لنا إن إيطاليا مش هقول إنها
هتلعب دور مع الاتحاد الأوروبي برئاستها، لا، دي إيطاليا بدأت بالفعل من بدري قوي بهذا الدور تجاه كل الدول الأوروبية. طبعا ده هيتفعل بشكل أكبر كتير خلال رئاسة إيطاليا للاتحاد الأوروبي، عشان تشرح وجهة النظر المصرية وتؤكدها للدول الأوروبية خلال فترة الرئاسة. احنا بنتوقع ان يبقى في رد فعل ايجابي حقيقي، مش بس على ان يبقى في تفهم للحالة المصرية اللي احنا بنتكلم عليها، لا، انا بتصور ان هيبقى في دعم اوروبي لمصر خلال المرحلة القادمة. Rispondo per la mia parte. سوف أجيب عن الجزء الخاص بي. La Libia è un grande problema per tutti. تعد مشكلة كبيرة للجميع. È un problema per l'Egitto. مشكلة لمصر. È un problema per l'Italia. ومشكلة لإيطاليا. È un problema per l'Europa, ma ومشكلة لأوروبا. per i libici. وبشكل أساسي مشكلة بالنسبة للليبيين ولليبيا نفسها. لسوء الحظ للأسف في الماضي لم يكن هناك نظرة اقتصادية استراتيجية حول مستقبل ليبيا. Siamo intervenuti soltanto sull'immediato. تدخلنا فقط فيما يخص الوقت الآني بدون نظرة مستقبلية. اليوم لدينا التقاسم مسألتين. الأولى أن نقوم بوقف الخطر الإرهابي الذي من الممكن أن ينتقل إلينا من ليبيا، حيث أن لدينا أكثر من 1000 لمصر أكثر من 1000 كيلومتر من الحدود، وكذلك بالنسبة لإيطاليا حيث أن 96% من الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر تأتي من الشواطئ الليبية. وكذلك لدينا ضرورة أن نقوم في المدى المتوسط بالتأكد من أن ليبيا سوف تكون موحدة، وأن ليبيا سوف تعيش في احترام للجميع، وأن ليبيا لن تمثل أي خطر وأي تهديد. وحول هذا الوضع قمنا بمشاركة والاتفاق حول هذا الوضع، وإيطاليا سوف تقوم بكل ما تستطيع حتى أن تستمر سفارتنا مفتوحة في ليبيا، ولكن أيضا بإمكانية تدخل موحد، لأن هذا هو موقفنا، حيث أنه كان من الغالب ومن المتبع أن تكون ليبيا هي آخر ما يهم المجتمع الدولي. في الأول كنا نتحدث عن أشياء أكثر أهمية مثل أوكرانيا وسوريا والعديد من القضايا الأخرى ذات الأهمية، وكذلك هذه القضايا هي قضية مهمة جدا يجب أن نواجهها، وأن نواجه أيضا المسألة الليبية، وأأمل في الأسابيع القادمة أن تتحسن الأوضاع، وأنا قلق كالرئيس حول هذه الأوضاع، ويجب أن نقوم باتصالات مكثفة معا لمواجهة هذه المشاكل في هذا الوقت، ومعا يجب أن نواجهها بشكل موحد، ولا يجب أن تكون المواجهة مفتتة. اسمح لي ان انا اقاطعك، بس خليني اتكلم على الموقف في ليبيا بمنتهى الوضوح. احنا دايما بنقول ان الناتو عمل اجراء في ليبيا لم يكتمل، وبنقول ان مصر تجاه ليبيا لها رؤية ثابتة ومستقرة. الرؤية دي بتقول ايه؟ اولا لا نتدخل في الشأن الليبي الا لمصلحة ليبيا فقط، وطبقا للعناصر اللي انا هتكلم عليها والثوابت ديت. اول ثابت هو الحفاظ على وحدة ليبيا، ليبيا لا تتفتت ولا تنقسم. ده أول ثابت احنا حريصين عليه، بنأكده مع كل الأصدقاء. مش ممكن يكون ثمن التدخل في ليبيا ان ليبيا تتفتت وتبقى قاعدة للإرهاب في المنطقة. دي أول نقطة. النقطة الثانية
إرادة الشعب الليبي، احترام إرادة الشعب الليبي، وإن هو لا يبتز بالقوة. ده تاني نقطة احنا بنتكلم عليها. الحاجة الثالثة إن احنا ندعم الشرعية الليبية اللي هي خيار الشعب الليبي اللي بنتكلم عليه، ندعم هذا الخيار وندعم الجيش الوطني الليبي. وأنا قلت قبل كده وبأكد إن مصر حتى الآن لم تتدخل لحماية حدودها إلا داخل حدود مصر. Prego. Ci riprovo? Allora, Terzo. so che avete fretta. Terzo tentativo. Se lei non si offende, Renzi, faccio una domanda solamente al presidente egiziano. Affare fatto. allora سيكون سؤالي فقط للرئيس المصري. Mi chiamo Luca Del Re, lavoro per il TG della 7. Ieri ho letto la sua intervista sul رأيت بالأمس قرأت بالأمس المقابلة التي أجراها كورير دي لا مع سيادتكم، وكان هناك الحديث عن المسألة الفلسطينية الإسرائيلية، وقمت سيادتكم بأخذ خطوة إلى الأمام حيث أعلنتم أن مصر مستعدة للإعطاء والمساعدة في ضمان أمن إسرائيل وإعطاء الأمن للفلسطينيين. والفلسطينيين في حاجة إلى خريطة طريق. والسؤال هو الآن، لا توجد لا يوجد شكل لتقديم هذه الخريطة، حيث أننا بعد 11 من سبتمبر أصبح السلام أكثر صعوبة بين الجانبين. صحيح، الوضع دلوقتي بقى أصعب من الأول، والقناعات دلوقتي بقت أقل من الأول. بس أنا عايز أقول لك، إذا كنا بنتكلم على إن إحنا ندي أمل للشعب الفلسطيني حقيقي ونجابه الإرهاب اللي ممكن يشعل المنطقة بالكامل، لابد من إيجاد حل لدولة فلسطينية تدي أمل للشعب الفلسطيني إنه يعيش جانب الدولة الإسرائيلية. الأفكار اللي احنا بنطرحها أو الكلام اللي أنا قلته عن ضمانة بشكل أو بآخر هي عبارة عن فكرة جت في سياق إن احنا محتاجين نطرح أفكار نقول بيها للإسرائيليين. وأنا كنت قبل كده وجهت نداء للشعب الإسرائيلي وبقول له إن السلام وبناء دولة فلسطينية ده أمر في منتهى الأهمية، وإحنا مستعدين نعمل كل الجهد، مش أنا لوحدي، مش مصر بس، مصر والدول العربية، ومش بس الدول العربية والدول الأوروبية ودول كتير في العالم. القضية دي لو اتحلت هتحل أزمة كبيرة جدا في المنطقة، وهيبقى في واقع جديد. إحنا لما نتكلم عن القضية ديت كلام نظري فقط. قبل اتفاقية مصر مع السلام مع إسرائيل ما كانش حد يتصور إن ممكن يبقى في سلام بين مصر وإسرائيل، وكانت القضية أعقد من الوقت اللي احنا فيه. لكن لما حصل السلام بين مصر وإسرائيل بقى في واقع، الواقع ده بقى مختلف خالص عن التصور اللي كان موجود قبل كده. دي تجربة، يعني دي تجربة ممكن نستلهم منها تجربة أخرى بين للفلسطينيين. ما تنساش إن الإرهاب ده بدأ نتيجة عدم وجود أمل في إحباط للشعب الفلسطيني. رفعت النجار، قناة العربية. فخامة الرئيس، هل من جديد بالنسبة للمبادرة الأخيرة لخادم الحرمين الشريفين؟ وسؤال آخر إلى السيد الرئيس رئيس الوزراء الإيطالي، بعد أن عرفتم كل شيء عن الوضع الجديد في مصر، كيف تنظرون الآن إلى مصر؟ Come un paese amico dove l'amicizia non è soltanto un ricordo del passato, ma è la premessa per fare grandi cose nel futuro. Io ci credo profondamente, il Presidente lo sa e sono certo che بقوة ومن كل أعماقي، وهذا يعرفه الرئيس أن الشهور القادمة سوف يكون هناك تعاون مثمرا بين مصر وإيطاليا من عديد من النواحي، ليس فقط الناحية الاقتصادية. بالنسبة لمبادرة جلالة الملك خادم الحرمين الشريفين، احنا
كنا رد الفعل بتاعنا مصر كان رد فعل سريع جدا في التلبية، تقديرا وتقديرا لجلالة الملك ولمبادرته. أنا عايز أقول لك إن الكرة مش عندنا، الكرة مش في ملعب مصر. إحنا مصر خلال المدة اللي فاتت دي بالكامل كانت منضبطة جدا جدا في تصريحاتها تجاه الدنيا كلها، وما زلنا وهنستمر على كده. لكن إحنا الكرة مش عندنا، الكرة عند الآخرين. Ultima questione, ultima domanda. السؤال الأخير Di chi era? Filippo. Ok. Paolo Molinari dell'AGI, Agenzia Giornalistica Italia. La domanda era se accanto al processo di stabilizzazione dell'area in generale avete parlato anche della necessità di garantire la sicurezza delle aziende che operano in Egitto. ضمان الأمن للشركات الإيطالية التي تعمل في القاهرة، حيث نعرف أن هناك العديد من الشركات وفي العديد من المجالات. السؤال الثاني هو إذا كان من الممكن أن أقولها عن مسألة المهاجرين، وكذلك في ضوء الهجرة التي تأتي عن طريق البحر المتوسط، ولا إما إذا كان هناك خطة للطوارئ. فيما يخص السؤال الأولاني والمشاكل اللي موجودة للشركات الإيطالية، أنا عايز أقول تعبير ثابت. الدولة المصرية لها التزامات ثابتة تجاه الاتفاقات اللي تم توقيعها مع كل الشركات، وده أمر احنا حريصين عليه. كمان التزاماتنا المالية، أنا عشان أكون أكثر وضوحا معك، تجاه التزاماتنا المالية تجاه أي شركة من الشركات العاملة في مصر، ده التزام حكومي، التزام دولة اللي إن هي تدفع مستحقات هذه الشركات. النقطة الأخيرة، احنا بنبذل جهد كبير جدا دلوقتي عشان نوفر مناخ حقيقي للاستثمار في مصر. بنعالج المشاكل اللي كانت موجودة خلال الفترة الماضية واللي انت يمكن بتكون بتتكلم بشأنها، ثم كمان بنعمل قانون استثمار موحد يشجع على مزيد من الاستثمار في مصر. ثم ان احنا الاجراءات اللي كانت بتتم قبل كده في عشان شركه تقوم بعمليه الاستثمار في مصر كانت بتبقى عمليه بيروقراطيه ضخمه جدا. احنا كمان شغالين على دي بحيث ان احنا ان شاء الله في المؤتمر الاقتصادي القادم، وانا كنت لسه بقول فخامه رئيس الوزراء لازم هكون موجود في مصر، انت وقت كبير، وهو قال لي ان هو هيكون موجود معانا في المؤتمر دوت. Per chiudere le domande rispetto all'immigrazione, è evidente che se riusciremo a stabilizzare l'area ندعم الاستقرار في المنطقة سوف نحل مسألة الهجرة. من وجهة النظر هذه فإن دور الأمم المتحدة دور مهم، ومنظمات الأمم المتحدة على كافة المستويات، سواء في مرحلة الأزمات الحادة كالأزمة الليبية أو في مرحلة إدارة مسألة المهاجرين والذين يطلبون والذين يطلبون اللجوء السياسي. فإيطاليا يصل إليها أكثر من 50,000 رحلة غير شرعية عبر البحر، وهذا رقم قياسي مقارنة بما حدث في الماضي. فأنت تستطيع أن تتخيل ما هو كيف أن الوضع صعب، وكيف أن الحكومة المصرية تقوم بمجهودات كبيرة من أجل مكافحة هذه الهجرة غير الشرعية. ولذلك أنا أريد أن يكون الصوت عاليا، صوت إيطاليا وصوت أوروبا، من أجل احترام هذه المواضيع. وكذلك المنظمات الدولية يجب أن تعلي صوتها
وأن تقوم بمجهودات أيضا اقتصادية. وفيما يخص الشركات الإيطالية فإن مصر يعد سوقا مهما للغاية، وكذلك من الواضح أن الحلول الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة المصرية إذا كانت هذه الحلول لها فاعلية، وأنا مقتنع بهذا حيث رأينا المؤشرات الأولى لذلك، سوف يكون من السهل أن تذهب شركتنا إلى بلد مهم، بلد لديه 90 مليون نسمة، وكذلك فإن هؤلاء يعدون في سن الشباب أكثر من شبابنا، ولديهم رغبة كبيرة في العمل. من وجهة النظر هذه فإن شركاتنا سوف يكون لديهم طريق مفتوح أمامهم، ولكن طبيعيا سيكون هناك شيئين كما قال الرئيس، وأكد أن هناك مناخ استثماري يعملون من أجل تطويره، ويقوم الرئيس بالعمل على توفير هذا المناخ من أجل الاستثمار. سوف يحدث هناك تغيرا بدرجة 360 درجة، ليس فقط للشركات ولكن أيضا بالنسبة للسائحون الإيطاليين. هنا يمكنهم أن يعودوا إلى مصر، حيث أن مصر مكان غير عادي للأجازات، ونحن نرى أنه من الضروري أن يكون هناك إمكانية ازدياد الفرص الاستثمارية. ولكن بخصوص هذه الموضوعات يجب أن نناقش هذه الموضوعات على عشاء اليوم وعلى المنتدى وفي المنتدى الاقتصادي غدا، وسوف تجدون بريزنتيشن رائع للهروب إلى مصر، حيث تقابل الرئيس مع قداسة البابا اليوم، حيث أننا لن نقوم بعمل هروب إلى مصر، لكننا سنقوم بعمل استثمار كبير في مصر، ليس هروبا ولكنه استثماري. ونحن الآن سنهرب إلى العشاء، ونتمنى لكم عملا طيبا. أريد أن نجعل الرئيس يتذوق الأكل الإيطالي.